سأحاربهم حتى آخر رجل، سنهزمهم مهما كان الثمن، لن نسمح لهم أن يبقوا على أرضنا. دي كلمات اللي قالها ملوك مصر عن أشهر وأعنف غزو حصل في التاريخ. أهلا بكم في حكاية الهكسوس. المعروف من أيام المصريين القدماء إن في فترات حكم كانت مستقرة وفترات تانية لأ، ومن الفترات دي كانت فترة الهكسوس اللي دخلوا مصر وقسموها من ناحية الشمال والدلتا، وكان الحكم في مصر في الجنوب بقيادة الملك سكننرع. وفي يوم من الأيام وصل رسول من الهكسوس ومعاه رسالة لملك مصر سكننرع، وكان مكتوب فيها بكل سخرية: أفراس النهر في طيبة تقلق نوم ملك الهكسوس في إواريس، شوف لك حل معاها. وطبعا الكلام ده كان قصده يقلل بيه من سكننرع، وده اللي خلاه يجمع الجيش كله ويتحرك ناحيتهم ويعلن عليهم الحرب. ودارت أول معركة بين الجيش المصري وبين الهكسوس، معركة دموية رهيبة وانتهت بانتصار سكننرع. وتستمر المعارك واحدة ورا التانية لحد ما يتقتل سكننرع في واحدة من المعارك، وبموت سكننرع يحبط كل المصريين ويبدأ يصيبهم حالة من حالات الاستسلام لحد ما تحصل المفاجأة. وقتها قدمت إياحتب زوجة سكننرع نفسها قائد للجيش، لأن كاموس وأحمس ولادها كانوا لسه صغيرين، فأعلنت نفسها قائد للجيش، وكأنها بتقول للعالم كله مفيش وقت للحزن. وجهزت الجيش من تاني وبقت في مقدمتهم وقادت معارك من تاني ضد الهكسوس، ولحد ما ابنها كاموس كبر وبقى قائد للجيش عشان بدوره يكمل المقاومة ضد المحتلين. وأول ما اتحرك بجيشه عشان يقضي على الهكسوس بيتقتل كاموس في مشهد مأساوي، ويرجع الجيش مرة تانية بهزيمة كبيرة، وترجع تاني حالة الإحباط. بس إياحتب بتتمالك أعصابها للمرة التانية بعد ما فقدت ابنها وجوزها، وتقوم وتقف وتبص لابنها أحمس وهي بتحاول تداري حزنها، وبتقوله إنه خلاص بقى القائد الجديد، وإنه لازم يجيب طار أبوه وأخوه ويحرر البلد. وينزل أحمس ابن ال16 سنة ويتقدم بجيشه وهو جوه القوة والحماس، وهو مش شايف غير النصر، ويخوض أكبر المعارك ضد المحتلين ويهزمهم هزيمة ساحقة ويخرجهم من مصر. ومش بس كده، ده طاردهم لحد ما وصل لفلسطين وحدود سوريا، وأنهى الهكسوس تماما من على وجه الأرض، وأصبحت مصر حرة تماما مفيش فيها أي أجنبي. وأصبح أحمس وقتها حامي مصر من الشمال للجنوب، وفضل يحكم مصر حوالي 24 سنة. وأصبحت عيلة أحمس من بعده بتتسمى على اسمه لاعتزازهم بالملك العظيم طارد الهكسوس. وأصبح أحمس في التاريخ هو المؤسس الذهبي للدولة المصرية. وبس كده، لو عايزين تشوفوا مومياء الملك العظيم ده تقدروا تشوفوها في متحف الأقصر. أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.